بسم الله. وأول حاجة أحب أبدأ بيها الصلاة على سيدنا محمد. وما تنسوش تدوسوا لايك وسبسكرايب وتشتركوا في القناة وفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. حبيبتي، عايز أعزم ماما وأخواتي على الفطار يوم الجمعة. انت عارف رمضان بيحب اللمة. كل سنة وانت طيبة. وانت طيب يا حبيبي. ماشي، بس انت هتعزمهم كلهم مرة واحدة؟ اه يا حبيبتي، هنعزمهم كلهم مع بعض طبعا، بدل ما يجوا كل واحد لوحده. مش قصدي يا حبيبي، انا قصدي ان احنا نجيب طنط واخواتك البنات في يوم، وهشام ومراته وولاده في يوم تاني. لا يا حبيبتي، انا متعود. وانا عند ماما كنا على طول لازم اول يوم رمضان نفطر كلنا مع بعض، وده اول رمضان ليا انا وانتي، فمحتاجه عزومه تشرف. ازاي حضرتك يا طنط؟ الحمد لله يا حبيبتي. عامله ايه يا انجي؟ الحمد لله يا طنط. انا بشتري حاجات العزومه اهو. اوعوا تتاخروا بقى بكره، تعالوا من بدري. ان شاء الله يا حبيبتي هنجيلك بدري. هستنى بس خديجه وساره يجوا من الجامعه واجيبهم واجيلك على طول. جامعه؟ جامعه ايه يا طنط؟ ده انا قلت ان انتوا هتيجوا من بدري عشان تساعدوني في العزومه. معلش يا انجي، اصل عندهم محاضرات مهمه قوي في الجامعه اليومين دول. ما تقلقيش حبيبتي، انا هجيلك من بدري واساعدك في كل حاجه. لا خلاص يا طنط، ما تتعبيش نفسك. متشكره قوي، انا هعرف اتصرف. حسن، انت عارف ان مامتك واخواتك مش ناويين يجوا بدري عشان يساعدوني في اكل العزومه؟ وايه المشكله يا حبيبتي؟ انا عارف ان مراتي شاطره وهتسد. يعني ايه المشكله يا حسن؟ ما انت عارف ان العزومه والاكل كتير قوي عليا. ايه المشكله يعني ما تقول لهم تعالوا بدري؟ وانتي تفتكري يعني وانا بعزمهم على الفطار هقول لهم تعالوا بدري عشان تساعدوا مراتي؟ هي عزومه ولا خدمه؟ المفروض من غير ما تقول يكون في ذوق. لو سمحت يا حسن، كلمهم بقى واعتذر لهم عن العزومه. انا لسه مش جاهزه. اعتذر ايه؟ دول جايين خلاص بكره على الفطار. طبعا ما ينفعش. خلاص، هات لهم اكل جاهز من بره. انا ما اقدرش اعمل العزومه دي كلها لوحدي. ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ ازاي اول مره اعزم اهلي في رمضان على الفطار في بيتي واجيب لهم اكل من بره؟ ما ينفعش طبعا. اللي ما ينفعش ان انا اقف اعمل اكل وانا صايمه لكل اهلك وهم يجوا ياكلوا على الجاهز. انجي، خلاص انا تعبت. انا هنزل احسن. مالك يا حسن؟ شكلك زعلان كده ليه؟ ده انت لسه عريس. عريس ايه؟ بس يا احمد، ده انا تعبت. في ايه بس؟ احكيلي، ايه اللي مضايقك؟ مفيش يا سيدي. مراتي عماله تقول لي تعبانه من عزومه بكره. هي دي المشكله؟ ماشي يا عم سهل، العزومه بكره كلها عندي، ولا يهمك. ازاي بسيطه بعد كل اللي حكيتهولك ده؟ وبعدين ما ينفعش، انا خلاص رتبت للعزومه عندي بكره. يا عم انا الكبير والمفروض اول عزومه تبقى عندي. وانا قلت لماما، بس ماما قالت ان هي مش عايزه تزعلك. وبالمره انجي مراتك تشوفنا واحنا بنتعامل مع بعض، وساعتها هتعرف ان مفيش فرق. ازاي يا احمد وانت ما قلتش لامينه مراتك؟ هتفاجئها كده بكره بالعزومه؟ اذا كان مراتي انا انجي اللي عارفه بقالها اسبوع لسه لغايه دلوقتي مش جاهزه. لا يا سيدي، ما تقلقش على امينه مراتي، انا عارفها سداده وقدها وقدود. خلاص انا هكلم ماما واقول لها، وبرضه هخلي امينه تكلم انجي وتعرفها. يلا يا انجي، انتي لسه كل ده مخلصتيش؟ هنتاخر عليهم. لسه بدري يا حسن. هروح اعمل ايه من دلوقتي؟ وبعدين لسه بدري قوي على الفطار. عايز اقعد مع اخويا شويه. وبعدين مش المفروض الواحد يبقى عنده ذوق ويروح يساعد شويه في الاكل؟ ما تقلقش يا سيدي، امينه كلمتني وقالت لي تعالي على مهلك. هي خلاص مخلصه الاكل كله، يا دوبك على التسويه. تصدقي يا انجي، فعلا امينه دي قدها وقدود، وكمان عندها ذوق. تسلم ايديك يا امينه، الاكل زي العسل.
تسلميلي يا طنط، بالهنا والشفا. معلش يا أمينة، أنا وسارة النهاردة كنا لازم نروح الجامعة، كان عندنا محاضرات مهمة. ولا يهمك يا حبيبتي، ربنا إن شاء الله يوفقكم. أنا وخديجة هنقوم نخلص المطبخ ونعمل الشاي. كفاية عليكي كده يا أمينة. لا خليكوا انتوا الاتنين طول اليوم تعبانين في الجامعة. أنا اللي هقوم أخلص المطبخ وأعمل الشاي. تسلموا يا حبايبي، خليكوا بس كلكوا قاعدين، وأنا هبقى أخلص كل حاجة على راحتي. أهم حاجة نقعد مع بعض. لا يا أمينة، لازم كلهم يقوموا يساعدوا. انتي تعبتي قوي النهاردة، كفاية عليكي بقى. أنا آسفة يا حسن، أنا فهمت وعرفت إني غلطانة. عارفة يا إنجي، أحمد أخويا بلغ أمينة بالليل ولحقت تعمل كل الأكل ده لوحدها، ما شاء الله، وكمان كانت فرحانة. خلاص يا حسن، أنا فهمت وعرفت إن أهم حاجة اللمة مع بعض. وأنا اتفقت مع طنط وإخواتك وأمينة إن يوم الجمعة الجاية العزومة عندي، وهعمل لهم عزومة حلوة قوي هتعجبك إن شاء الله. ماشي يا إنجي، تسلم إيديكي، بس أهم حاجة إنك شفتي وعرفتي، وده ما يمنعش طبعا إني لسه زعلان منك. خلاص يا أبو علي، صافي يا لبن. والكل ست لازم تعرفي إن أهم حاجة لمة العيلة. وبكده خلصت قصتنا، بس لسه حاجاتنا ما انتهتش. استنوني في قصة جديدة. بحبكوا قوي.